تعال شوف بشكل لايف وواقعي، محاسبيا كفلوس وفيزيائيا كأعداد. بص، كل الأصناف متسجلة صفر. ندخل على شاشة الكاشير، نفتح وردية ونبيع بالسالب. زي ما انت شايف، الصنف الأول المخزون صفر وهنبيع منه 10 قطع. الصنف التاني المخزون صفر وهنبيع منه 10 قطع. الصنف التالت المخزون صفر وهنبيع منه 10 قطع. الصنف الرابع المخزون صفر وهنبيع منه 10 قطع. خليك فاكر كويس ومركز معايا، عندنا 4 أصناف فقط. احفظ أساميهم. كده الفاتورة عاملة 420 جنيه. نفحص حركات المخزون محاسبيا. إجمالي الوارد صفر، وده طبعا صح لأن مفيش أي بضاعة دخلت لسه. إجمالي الصادر فاتورة واحدة فقط ب420 جنيه، وإجمالي الحركات واحد. ده بالظبط اللي تم لغاية دلوقتي. بص على تفاصيل الفاتورة والأصناف. نروح لشاشة الأرباح والخسائر ونفحصها. الربح الصافي 420 جنيه، وده صح لأن التكلفة صفر. تعال بقى على التحدي التاني. السيستم يقدر يبيع ويجرد ويحسب بالدقيقة والثانية وقت قفل الجرد، وكمان حساب ما تم بيعه من الكاشير بعد قفل الجرد. يعني انت بتجرد والكاشير بيبيع، وفي نفس الوقت خلصت جرد وعدد وقفلت الجرد بتاعك، وفي نفس الوقت برضو الكاشير رجع يبيع قبل ما تبدأ تجهز وتقفل حساباتك. كده المفروض كل صنف في الجرد الواقعي للمخزن والمعرض. وتسهيلا فرضنا ان كل صنف موجود منه مخزون فعلي 100 قطعة، وقفلنا الجرد على كده وخرجنا ملف اكسل. بص على جرد المخزن في السيستم، شايف مبيع 10 قطع لكل صنف محسوبين بالسالب. التحدي التاني، الكاشير هيبيع كمان 10 قطع من كل صنف. وخلي بالك احنا قفلنا الجرد، وكمان خلي بالك الكاشير شايف المخزون -10. عملنا كمان فاتورة بمبلغ 420 جنيه. الداشبورد الرئيسي للأدمن طبعا مقفولة وبتعرض فقط رسالة مرحلة التأسيس. شوف بقى حركات المخزون. أصبح إجمالي الصادر 840 جنيه، إجمالي 2 فاتورة و2 حركة. وبص كمان على الفواتير.
شوف شاشة الأرباح أصبحت 840 ربح كامل، مفيش تكلفة. وياريت تكون معاك ورقة وقلم وتسجل ورايا الملاحظات دي. كل ده الأصناف، لسه المخزون صفر. تعال بقى نقفل المخزن ونقفل البيع بالسالب، وكمان نحسب الرصيد الافتتاحي والصادر، وكمان الرصيد المتاح. كده دخلنا نفس الأصناف الأربعة، لكن المرة دي عن طريق ملف الجرد اللي فيه عدد كل صنف يساوي 100، وجبنا تكلفة شراء كل صنف بالقطعة افتراضيا طبعا. بص على فاتورة الجرد الافتتاحي. البيع بالسالب خلاص اتقفل. بص بقى على السحر واحسب بالورقة والقلم. السيستم قاعد حساب المبيعات بالكامل، احسبها وقولي لو في غلط. كمان الداشبورد الرئيسية فتحت وطلعت الإحصائيات للأدمن. شوف بقى المخزن بقى عامل ازاي. حسب الرصيد الافتتاحي كالتالي: لما قفلنا الجرد كان في 100 قطعة من كل صنف، وكمان الكاشير باع 10 قطع من كل صنف، إذا العدد الفعلي الموجود 110 قطعة. لغاية لما خلصنا الجرد على مهلنا وبراحتنا، وكمان وقت الجرد مفتوح، يعني تقدر تخلص الجرد في أي وقت وتقدر تبيع بالسالب لفترة طويلة، مفيش أدنى مشكلة. في الوقت بين تقفيل الجرد وحتى إدخال الأصناف للسيستم كعدد وسعر تكلفة، كان الكاشير باع كمان 10 قطع من كل صنف، وبالتالي الرصيد الافتتاحي يساوي 110 قطعة لكل صنف. كمية الصادر 20 قطعة من كل صنف. الرصيد المتاح من كل صنف يساوي 90. ارجع لإدارة الأصناف، هتلاقي الصنف محسوب بالقطعة، ولو الصنف ليه وحدة تانية زي الكرتونة مثلا، هيحسب لك كام كرتونة بداخلهم كام قطعة. نرجع لشاشة الكاشير عشان نبيع، هنلاقي البيع بالسالب أصبح ممنوع بعد ما ضفنا بعد ما ضفنا صنف تجريبي نجرب بيه نشوف. بعد ما ضفنا صنف تجريبي جديد برصيد صفر. أتمنى من إخواننا المحاسبين يكونوا مدققين معانا ويشوفوا هل فعلا البيع بالسالب جاب نتيجة مظبوطة ولا لأ، وهل الحسابات فعلا مظبوطة ولا لأ. مع فينتوريد إن شاء الله كل حاجة متاحة. معلومة صغيرة: أنا مش عامل أي مونتاج للفيديو، وبص على الوقت والتاريخ تحت في التاسك بار.